تجديد كولر 3 سنين وعودة أحمد حجازي. بعد إعلان اتحاد جدة إن هو خلاص هيفسخ العقد مع أحمد حجازي، بقى عندنا رأيين: رأي عايز أحمد حجازي يرجع الأهلي، ورأي مش عايز أحمد حجازي يرجع الأهلي. وأنا مع الرأي اللي مش عايز أحمد حجازي يرجع الأهلي، وهقول لك ليه. أنا يا صديقي أنا مش هستحمل مدافع عنده 33 سنة وعامل 3 صليبي، ولما يرجع الله اعلم مستواه هيبقى كويس ولا لا، في حين ان انا اصلا عندي البدايل، يعني عندي بدايل للمدافعين. انا عندي ياسر ابراهيم، في حين ان متولي وعبد المنعم يعني هم الاساسيين، فانا عندي ياسر ابراهيم كويس ويشني، عندي مغربي كويس ويشني ولسه صغير في السن وجربته كتير وشني، عندي رشدان كابتن المنتخب الاولمبي وكابتن عمر فايد اللي كنا هنموت عليه. انا هنا عندي البدايل، فليه اخش في الريسك ده؟ ليه اجيب مدافع عنده 33 سنه؟ ليه؟ هيقدم لي ايه؟ هيديني وقت قد ايه؟ ده مش هيديني سنتين، ليه يعني؟ وعايز اديك معلومه صغيره قد كده: الاهلي فاوض احمد حجازي من فتره عشان يرجع وهو رفض. انا مع كامل احترامي وتقديري لاحمد حجازي، انا بتكلم كمشجع، انا مش هفتحها دار مسنين. سنين بنصيح عشان ننزل بمعدل الاعمار ونبتدي نعتمد على الشباب اللي عندنا، ونبتدي نفكر زي الناس اللي بتفكر صح ولو لمره واحده في حياتنا. تيجي دلوقتي تقول لي هات مدافع عنده 33 سنه؟ ايه يا عم ده؟ الحدث الاهم بقى من حجازي ومن اي حاجه هو تجديد عقد مارسيل كولر 3 سنين. فكرة انك تعمل عقد المدرب 3 سنين دي مش في افريقيا اصلا، وعمرها ما دخلت افريقيا، والمرة الوحيدة اللي اتكسرت عشان مانويل جوزيه بس، وكان في النادي الاهلي برضه. كولر في اكتر من مناسبة اثبت انه جدير بتدريب النادي الاهلي، وانه يستحق المكانة اللي الجمهور حطه فيها، وعشان هو مدرب صايع رفض ان هو يجدد عقده غير لما يضمن بعض الامور. تعال اقول لك ايه هي. اولا ضمن السكواد اللي يخليه ينافس، يتحقق له طلباته. اما بالنسبه للمهاجم فالمهاجم خلاص خلص، اي نعم محدش يعرف هو مين ومين اسمه، بس هو خلاص خلص، والراجل جدد بعد ما عرف ان خلاص المهاجم اللي هو طلبه خلص. ضمن تعديل في جهاز الكوره او تعديل في الجهاز الفني هو اللي طالبه بالاسم، والناس اللي اتغيرت هو اللي طالب ان هي تتغير بالاسم. ضمن عنصر جديد معاه في الفريق هيفيده. ضمن تغييرات في قطاع الناشئين من تحت. انا متفائل جدا بتجديد مارسيل كولر لحد 2026، واتمنى يقعد معانا لابعد من كده، لان احنا الراجل ده مكسب لينا. الفتره الجايه اللي اتمناها واللي ناقصه جهاز الكوره هي رحيل لجنه التخطيط، اللي ربنا يعجل باذن الله يعني، وباذن الله يا رب نشوفهم او يبقى ده اخر موسم ليهم. بس كده ونقدر نقول ان احنا خلاص حطينا رجلينا على الطريق الصح. سلام.